يا صباح الخير. من يومين تحديدا يوم 22/4 كان شريف مذكور عنده حلقة في البرنامج بتاعه 4 شارع شريف. كان جايب مع واحدة ست فكانوا بيتكلموا، فقالت له احنا الحرير، وكان واضح جدا ان الحوار دوت منسق بينهم، يعني هم متفقين على الحوار. الحرير كان عندنا بلد مشهورة قوي بالحرير، فقال لها مين؟ قالت له تانيس. وتانيس دي بلد كان جنوب غرب بورسعيد، وكانت مشهورة بالمنسوجات والحرير خصوصا في عهد الدولة الفاطمية، وكان بيطلع منها خسوة الكعبة كل سنة تروح للكعبة، وكانت موجودة في جنوب غرب بورسعيد. قال لها ايه اللي حصلت لها؟ قالت له اتحرقت. قال لها مين اللي حرقها؟ قالت له اتحرقت. قال لها يعني قولي مين اللي حرقها، قولي. قالت له صلاح الدين الايوبي. قال لها حرقها ليه؟ قالت له هم بيقولوا ان هو كان الصليبيين بيجوا يهجموا عليهم، علشان يحمي الناس راح حرق البلد ومكسرها. قال لها حرق البلد باللي فيها بمصانعها علشان يحميهم من الصليبيين؟ الحقيقة الحوار بعد كده لا. قالت له انا بالنسبه لي قطز هو المثل الاحسن، يعني مماليك رغم ان هم مش عرب الا انهم اتولدوا وعاشوا في مصر فاصبحوا مصريين. ده كلامهم طبعا. ده كفايه ان هو جدد الازهر. شوفوا الكلام بيروح منين لفين. قال لها الازهر اللي قفله صلاح الدين ايوب قفل الازهر، قطز جدده ووسعه. قالت له انت عارف ان في واحد صاحبي قال لي من اسبوعين ان سبب الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي هو صلاح الدين الايوبي؟ قال لها ازاي؟ قالت له ان هو لم الذهب اللي كان موجود كله في الخزنه المصريه وخده وداه على دمشق الشام. قال لها طبعا مش محتل. شوفوا الكلام والالفاظ. مش محتل، اخذ خير بلدنا وداه الشام. وطبعا ده واحد من ضمن حلقات هدم القيم وهدم القدوة. احنا بنتكلم على صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، بنتكلم على صلاح الدين الأيوبي القائد العربي المسلم العظيم. وإمتى؟ دلوقتي، واحنا كلنا بندافع عن أهلنا بغزة وعن أهلنا في فلسطين، وبنتمنى إن احنا نوصل إن احنا نحرر القدس. فبنهدم القدوة، صاحب معركة حطين وصاحب لقب محرر القدس دلوقتي. شريف مذكور بيهجم عليه دلوقتي، وبيهاجموا دلوقتي، وبيطلعوا حرامي سرق فلوسنا، وبيطلعوا محتل بلفظه. الحقيقة ان صلاح الدين الايوبي واحد من اعظم القادة المسلمين والعرب. صلاح الدين الايوبي اللي قدر يوحد مصر والشام والحجاز واليمن علشان يواجه الصليبيين اللي جايين يغزوا بلادنا من اوروبا. مدينة تانيس هو فعلا فضاها، مش حرقها زي ما بيقول، فضاها لان فعلا كان الصليبيين دايما بيجوا يغيروا عليهم سواء جايين من البحر او من البر. فاخد الناس ودى بعضهم دمياط عشان يبقوا في حمايه، والبعض التاني وداهم الفسطاط، وما حرقهمش في مصانعهم ولا حاجه. يا استاذ شريف، وعن من 800 سنه كنت متوقع ده هم حبه اموال، يعني ما كانش عندهم شركه مصر الغزل والنسيج. يعني الفلوس اللي اخدها من الخزنه المصريه اخدها عشان يعمل بيها جيش، عشان يحرر القدس ويحارب الصليبيين اللي كانوا بيهجموا على الناس طول الوقت، سواء تانيس زي ما انت قلت كده، او سواء الناس اللي كانوا بيطلعوا قوافل الحجاج او تبر قوافل التجاره. فكان بيحارب الصليبيين، عشان كده خد الفلوس وعشان يجهز الجيوش. اخلاء المدينه ده تكتيك عسكري بيحصل في اي حته في الدنيا. هتلاقي فرنساويين حطموا جسور وحطموا مدن علشان الالمان ما ياخدوهاش في الحرب، يعني ده في التكتيك العسكري ده موجود. اما بقى بالنسبه لسيره صلاح الدين، مفيش مؤرخ طعن في صلاح الدين غير مؤرخين الشيعه. لان صلاح الدين لما جه كانت الدوله الفاطميه بتدرس المنهج الشيعي وتتبع المنهج الشيعي، فصلاح الدين حب يغير من المنهج الشيعي للمنهج السني. فكانت في مقاومه من الناس الشيعه طبعا، لانهم هم ده شايفين ده الصح بالنسبه لهم. فعشان كده المؤرخين الشيعه بس هم اللي طعنوا في صلاح الدين، انما كل المؤرخين المسلمين ومنهم ابن شداد، ابن كثير في البدايه والنهايه، اعظم كتب التاريخ في العصر الاسلامي. اقرا يا شريف، انت لو ما بتعرفش تقرا اقرا.
يعني سيبك من الكلمتين اللي الواد بيقولهم لك بتاع المساج قبل ما تنام بالليل، اللي بيعمل لك المساج دوت، واقرا، ما تسمعش كلمتين وتقولهم وخلاص. الإمام ابن تيمية يصف صلاح الدين بأنه كان رجل عادل صالح لا ينطق إلا حقا ولا يخاف في الله لومة لائم. ابن تيمية وغيرهم كتير، الذهبي. يعني كل كتب التاريخ بتقول صلاح الدين قائد، صلاح الدين قائد عظيم. يعني ده هو لو ما عملش غير حاطين بس قائد عظيم، هو لو ما عملش غير تحرير القدس بس قائد عظيم. تيجي انت يا شريف النهارده تطعن في صلاح الدين الايوبي وكده على الهوا كده؟ يا جماعه الخير، يا اللي مسؤولين عن الاعلام في مصر، يا استاذ احمد، يا مسلماني، يا سيد رئيس الوزراء، يا اما تمنعوا الناس دي بغبائها، يا اما تعملوا لهم حدود وتعرفوهم يتكلموا في ايه وما يتكلموش في ايه. صباح الفل.